بالي، ويا ريت يا زيزي تشاركيني التفكير في إجابته. إيه يا ترى؟ فزورة ولا إيه؟ لا ده بجد. ليه الشباب بالذات وصلوا إنهم يقتلوا ويشربوا مخدرات وينتحروا ويقلوا أدبهم على الخلق وحاجات كتير قوي غلط، من بلطجة لافتراء على الناس؟ ليه كل ده؟ في فجوة مش مفهومة. من رأيي قلة الدين وقلة التربية، والتربية مش من البيت بس، لا ده كمان من المدارس اللي المفروض إن التربية فيها تبقى قبل التعليم. تصدقي فعلا هي منظومة كاملة بنت جيل بحاله غلط. أنا ابني بيقول لي إحنا بنتشتم من المدرسين وهو بيبقى ما عملش حاجة. المدرس بيشتم الفصل، يعني علمه الشتيمة وعوده على الإهانة. والبيت برضه الأب بيبقى طول اليوم في الشغل وسايب ولاده مع مامتهم اللي وراها مليون حاجة عايزة تخلصها. والله بقى إذا بتشتغل يعني نفسها ترتاح، وإذا ما ارتاحتش هتطلعها على العيال. في اللي بيسيبوا ولادهم للحضانات أو مرات الأب أو الجدود اللي أصلا عايزين رعاية ومش قادرين يراعوا أولاد صغيرة ويعيدوا الرحلة من الأول. عارفة يا زينات، إذا كانوا علموا ولادهم من صغرهم دينهم كويس وعودوهم على الصلاة، صدقيني عمرهم ما يتعبوا في تربية أبدا. يا شيخة، ده الواحدة لما بتحمل بتدعي إن ابنها أو بنتها يكونوا ذرية صالحة. والله في محفظين قرآن وفي حضانات فيها تحفيظ وبيعلموا الأطفال حتى المعاملات بينهم وبين الناس. بصي، هو في تقصير من الأم والأب للي حاصل دلوقتي. عارفة ليه؟ لأن أصعب فترة اللي الأهل بيسيبوا العيال فيها فترة المراهقة، دي اللي المفروض الأب يصاحب ابنه جدا فيها ويفهمه يتعامل مع الناس ازاي بأدب وبرجولة وشهامة في بعض المواقف. والأم لازم تصاحب بنتها وتفهمها الصح من الغلط وتعرفها ازاي تحط حدود لنفسها علشان مفيش ولد يضايقها، وإذا حصل تعمل ايه. ما تنسوش ان دعمكم لينا بيوصل رأينا اننا بنحل المشاكل بكل بساطة. ما تنسوش اللايك والفولو والسكريبت، وفشروا الفيديو في كل حتة عشان الكل يستفاد. برضو لسه مدخلين الكلام ده في المناهج. المشكلة انهم بيحاولوا يصلحوا بعد ما جيل بحاله اتدمر، ولسه برضو في اخطاء من بعض المدرسين، لان في مدرسين بسم الله ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم بيعلموا الاولاد بضمير وحكمة. خلاصة الكلام يا زينات، احنا مش هنقدر نعيد تربية الجيل اللي اتدمر، لكن احنا قادرين نلحق الجيل ده قبل ما يتدمر هو كمان. وده مش هيجي الا باهتمام من الاهل ومنظومة التعليم بأكملها. مفيش حاجة بقى اسمها مدرس يشتم أو يهين طفل، في حاجة اسمها أفهمه بالراحة وبالعقل. وبالدين، وكمان نبطل تنمر ونتعامل باحترام بينا وبين بعض. والأب والأم مفيش خناق وإهانة قدام الأولاد.